وشنو كاع المعجزات كاع القصص القرآني نفسي كاع القصص القرآن نفسي. وانا نقول لكم علاش العلماء فيهم كم ما يمكنش تشدوك الناس وتقولوا شوف شي كاع ديك البيولوجي اللي خديتي بها بري نوبل اللي قريتي لوحه راه النمله كتهضر امن بهادشي كله بهذه الطريقه الحرفيه والا راك كافر. السلام عليكم. اليوم الفيديو غادي يكون شويه مختلف، غيكون على طريقه رياكشن على الحلقه ديال رشيد العشاشي على صوره النمل، ولكن الهدف ديالي من هذا الفيديو غيكون هو نعطي حجج ديالي علاش بالنسبه ليا رشيد العشاشي عنده نفس المقاربه ديال الدين ديال جوردن بيترسون، عالم نفس السريري اللي كيطبق نفس المقاربه تقريبا على الديانه المسيحيه، بينما العشاشي كيطبقها على الدين الاسلامي. اللي ما كيعرفش جوردن بيترسون هو عالم النفس سريري كندي كيقرا قصص ديال الكتاب المقدس بلغه الرموز والاركيتيبات، وهو من تلاميذ يونغ اللي كيجبدوا ديما في المحاضرات ديالو، اللي غادي يجبدوا حتى العشاشي في هذه الحلقه. بالنسبه لبيترسون النصوص عندها ابعاد نفسيه اكثر ما عندها ابعاد انطولوجيه، يعني المعجزات الى اخره ما كايناش بشكل حقيقي بالنسبه ليه، ولكن ممكن ناخذوا منها عبر في الحياه. بيترسون كيتكلم كثيرا على الفوضى والنظام والمسؤوليه والتضحيات الى اخره، وكيعتبر ان الانسان دائما كيشوف العالم عبر هرم ديال القيم، وفوق هذا الهرم كاين الخال الاسمى اللي هو الله سبحانه وتعالى اللي كيعتبره كقيمه متعاليه وموحده. بيترسون كيهضر بزاف على الشك وعلاقته بالتيار ما بعد الحداثيه، وكيأكد ان ماشي كل شك مفيد. الشك خاصو يخدم الحقيقه وما يهدمهاش، الا كيخلينا في نوع من الجحيم معنوي وعدمي. البلاغه الساميه ولا النصوص المنظمه والمركبه طبقا لقوانين البلاغه الساميه ما تيكونوش مبنيين على واحد المنطق اللي هو خطي بالمعنى مقدمه عرض خاتمه، تيكون مبني على مفهوم ولا على مبدا التوازي ولا التقابل. بالمعنى اذا شدينا النص مثلا صوره اللي مطابقه لقواعد البلاغه الساميه، تلقاو ان الفكره الاولى تتبدا فكره معينه تبدا الايه تهضر عليها وما تتكملهاش. هنا تيجي انزعاج ديال هذاك اللي ما فاهمش هذه البلاغه. فين تتجي الكماله ديال ديك الايه الاولى ولا دوك جوج الايات الاولين ديال الفكره الاولى؟ تيجوا في الاخر النص، يعني الاخر النص تيجاوب على الاول النص. الايات اللي يجوا من بعد تيبداو فكره واحده اخرى ما تيكملوش ديك الفكره. فين يكملوها؟ الايات اللي قبل الاخرى اللي قبل الاخرى هي تتكملها وتبقى غادي وتتقرب لواحد الوسط، ودوك الايات اللي الوسط هما الدلاله الكبرى ديال ديك الصوره. بيترسون هنا هو كيدير تقريبا نفس المقاربه، ما كيقراش القصص الدينيه بالحرفيه ديالها، كيشوفها كبنى دراميه ورمزيه معمقه كتوصل المعنى النفسي ولا اخلاقي ومهيكل بمعنى داخلي ماشي غير بتسلسل الاحداث. وهذا الشيء اللي تماما كيهضر عليه العشاشي. مثلا في قصه النبي الياس في المسيحيه كيبين ان حضور الله سبحانه وتعالى ماشي غير في العاصفه ولا في الزلزال، ولكن في الصوت الخفي اللي كيمثل الضمير ديالك، صوت داخلي كيصحح لك المسار وكيجرك للتوبه. وهذه المقاربه هي اللي غيديرها تقريبا العشاشي في قصه النبي سليمان عليه السلام. واحد القضيه اخرى، بيترسون ديما كيهضر على سلم ولا تراتبيه القيم. بالنسبه ليه ديما كاين اعلى قيمه اللي كتجمع وكتنسق باقي القيم. القيمه الاعلى هي اللي كتاثر الاخلاق والمعنى، اعلى قيمه بالنسبه ليه هي اللي كيعرفها بانه الله سبحانه وتعالى. شيء قريب بزاف من منطق ديال نقطه المركز اللي كيهضر عليها العشاشي في التوازي والعقد البلاغيه. كاين مركز دلالي كتوزع عليه المعاني. الاولى. المساله الثانيه، عدد الملحدين اللي عند بالهم فاهمين وعاقوا بيا زعما تعتقدوا انني انا ملحد بحالهم واني تنستعمل هذه الاستراتيجيات وهذا الخدع بهذه التفاسير الرمزيه وهذا غير باش نوصل للمؤمنين ان في اخر المطاف ما كاين لا اله لا وحي لا والو، هذاك الشيء كله بنادم اللي كاتبه. للاسف لهاد الناس غنخيب الامل ديالهم. انا مؤمن عن يقين ماشي عن شك ولا تردد ولا ما متاكدش ولا هذا، عندي يقين تام بوجود خالق اله وان كاين وحي. ولكن الخلاف ما بيني وما بين عدد من المؤمنين واحد اخرين هو في المقاربه وفي الادوات الاستدلاليه اللي تسمح لي نتعامل مع النص. كاين اللي عنده قراءه حرفيه ومرتاح لها، انا عندي قراءات دلاليه ورمزيه اللي ترتاح لها. هذا هو الفرق ما بيناتنا بجوج. وهذا الشيء تفكرني بواحد العالم في علم النفس من كبار من عمالقه علم النفس اللي اكبر بكثير من زيغموند فرايد بمراحل، اللي هو كارل غوستاف يونغ، المؤسس ديال لا بسيكولوجي اناليتيك.
اللي واحد النهار قبل ما يموت، بعد سنوات قبل ما يموت، داروا معاه واحد استجواب الا ما خفت نكذب البي بي سي. وكان المذيع طرح له سؤال، قال له do you believe in God؟ هل تؤمن بوجود الإله؟ شنو جاوبوا يونغ؟ قال له I don't believe I know. ما تنآمنش، عارف، يعني يقين تام. Do you now believe in God? Now? Difficult to answer. I know. I don't need to believe. I know. أنا العشاجي كيجاوب الكومنتيرات كيأكد أنه مؤمن يقينا بوجود الله والخالق سبحانه وتعالى والوحي إلى آخره. غير الخلاف كاين في الأدوات، وقال لك ماشي غير كيآمن ولكن كيعرف. واستشهد بيونغ. هنا أول خلاف ولا فرق ما بين الفلسفة ديال كارل يونغ وجوردان بيترسون مع الطريقة ولا المقاربة ديال العشاشي اللي غادي نشير لها. أنا كنقول باللي العشاشي استشهد استشهاد خاطئ بيونغ في هذه الحالة، إن يونغ ما كانش كيآمن إيمان يقيني بالوجود ديال الله سبحانه وتعالى بالطريقة اللي كنعرفوا حنا واللي مولفينها في الدين الإسلامي. فبالنسبة ليونغ الإله هو حقيقة سيكولوجية وروحية وماشي حقيقة وجودية. يعني إلا شفتي الكتب ديالو باش تفهم الرأي ديالو، عمرك كتلقاه قال باللي كيآمن بالإله بمعنى الوجودي ولا الأنطولوجي. ولكن بالنسبة لي الإله هو اللي كيوجه الروح ولا النفس والأخلاق. لأن ملي قال أنا أعرف وجود الإله كيعني باللي أعرف أنه كاينة تجربة روحية بهذه الطريقة اللي كتجرى في النفس ديال الإنسان. هذا التعريف كاين فيه التأثير الطبيعي الخارجي وكيقرب أكثر من التجربة الداخلية ديال كل واحد آخر. ولكن عندي يقين تام، ما كاينش شك في وجود خالق الله، في وجود وحي بعدة أشكال، لأن الوحي تياخذ أشكال مختلفة، وعندي أدلة ديالي. ما بين الأدلة اللي عندي يعني بعجالة دغيا ومن باب النكتة، الدليل الأول هما النصوص الدينية، يعني القرآن، الإنجيل وجزء من التوراة، اللي ما يمكنش تقول أن ما كاينش واحد البعد، واحد الروح من الله، واحد البعد روحاني وراء دوك النصوص، إما عبر وحي مباشر، إما عبر إلهام عدد من الناس من الأنبياء وهذا اللي كتبوا دوك النصوص اللي من موراهم دونوها وجمعوها. مسألة ما بالنسبة لي أنا يقين، ما يمكنش نمشي نقنع واحد آخر بها. الدليل الثاني هو يوهان سيباستيان باخ وبيتهوفن. ديك الموسيقى فيها واحد البعد رباني، هذه المسألة ما فيهاش نقاش، هذه من باب النكتة. والأدلة الثالثة هما أدلة بنفس الطريقة. هنا بيترسون كيعطي للفن والموسيقى بعد رباني واضح، وكيمثلها بيترسون بالحالة الفردوسية في الجنة، بانسجام موسيقي كيتوازن فيه المعلوم والمتوقع مع الجديد والمفاجئ، يعني ما بين النظام والفوضى. وكيعطي حتى هو مثال باخ الموسيقار المشهور. وكما العشاشي بيترسون هو كيهضر على التجربة الوجودية المباشرة كدليل على وجود الله سبحانه وتعالى. بيترسون كيهضر على لحظات الرعب الجميل قدام السماء المرصعة بالنجوم، واحد الإحساس الكوني ديال عظمة الله سبحانه وتعالى، وتجارب روحية أخرى فعال عن طريق الأحلام. مثلا وحدة الدلالية الأولى من الآية 14 الآية 15 غنسميوها حكمة ومعرفة سليمان. الحكمة والمعرفة اللي فيها منطق الطير، اللي فيها إلى آخره، شنو الله وهب وعطى النبي سليمان. الوحدة ب غنسميوها القدرة من الآية 16 الآية 17. علاش؟ لأن الله تيتكلم على الجيش ديال سليمان اللي متكون من الإنس ومن الجن ومن الطير. الجيش تيدل على قدرة إما التحطيم، إما التغيير، إما الدفاع إلى آخره. الوحدة الثالثة سي من الآية 18 ل 20 غنسميوها الشكر لله، فاش النبي سليمان مور ما تلاقى مع النملة وهذا شكر الله وحمد الله. والغضب لأنه فاش قلب على الهدهد ما لقاش، يعني الشكر لله والغضب. الوحدة اللي وراها دي من الآية 21 ل 26 نسميوها النبأ والمعرفة اليقينية اللي تنتج على النبأ، لأن الهدهد فاش رجع النبي سليمان جاب له نبأ لسليمان ما كانش عارفه، لهذا تسمى نبأ. أن كاين واحد المملكة وفيها واحد الملكة وتعبدوا الشمس إلى آخره، يعني ذاك النبأ انتج عليه واحد المعرفة يقينية اللي في الأول سليمان كان باقي شاك منها، قال له تنشوفوا واش تكذب ولا تقول بصح، ولكن في الآخر بانت أنها معرفة جاية من نبأ. من بعد الوحدة
من الآية 27 للآية 30 هي الرسالة من مور ما جا النبأ والمعرفة اللي غتصيفط سليمان الملكة سبأ. وكما قلنا الوسط تتكون الفكرة مكتملة حول الطرفين، مثلا غتكون بريم من موراها مباشرة وتكملوا بعضياتهم، هي المشاورة. يعني الرسالة جات والمقابل ديال الرسالة هو المشاورة، باش ملكة سبأ تشاورات ردنا الرسالة مع الوزراء ديالها ولا مع الجنود ديالها ولا مع القوم ديالها. ودابا تندخلوا في الترتيب التنازلي اللي تيجاوب على الوحدات اللي من بعد. عندنا الديبريم من الآية 33 للآية 34 غنسميو الخوف ولا التخوف من جيش سليمان من طرف ملكة سبأ والقوم ديالها، ومحاولة إغراء النبي سليمان بالهدايا والمال. هذه تتكمل إنا وحدة، هذه الديبريم غتكمل الوحدة دي النبأ والمعرفة، ولكن بالأضداد ماشي بالتكامل. علاش؟ لأن النبي سليمان جاه نبأ اللي نتشات عليه معرفة يقينية بالحيثيات ديالها على المملكة، على شنو تيعبدوا، على شنو هذا. بينما ملكة سبأ ما عندهاش اللي يعطيها نبأ، وبالتالي ما عندهاش معرفة مبنية على اليقين، عندها تصورات. وبما أن النبي سليمان ملك فغالبا يكون بحال الملوك الأخرى، وإذا الملوك دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة قومها أذلة كذلك يفعلون. فبالتالي الحل الوحيد اللي عندنا علما كيفاش الملوك يتصرفوا أنني نصيفط له هدية، يعني ماشي في اليقين وماشي في المعرفة، فقط في التصورات وفي الوهم، لأن ما عندهاش اليقين اللي جا النبي سليمان من النبأ. لهذا عندنا ما يقابل النبأ واليقين، عندنا الجهل الأوهام والتخوف اللي تنتج على شي حاجة اللي ما عارفينهاش كيفاش نتعاملوا معها. نفس الشيء غنمشيو مثلا العرش في بي بريم يقابله ولا تقابله القدرة. طبعا يعني العرش يرمز إلى السلطة، والسلطة تترمز إلى القدرة، يعني العرش والقدرة هنا تتكاملوا. وأخيرا والأهم يعني في الأطراف ديال الصورة هو أبريم أو أبريم. في عندنا الحكمة اللي هضرنا عليها هو المعرفة، وفي أبريم عندنا الاستسلام اللي يعبر عليها القرآن بإسلام، إعلان إسلام ديال ملكة سبأ. حتى جوردن بيترسون بنفس الطريقة يعتمد على القراءة ديال النصوص المسيحية باستعمال التوازي والتماثلات في النصوص إلى آخره. وهادشي اللي كيبان واضح في المحاضرات ديالو، مثلا Biblical Series والكتاب ديالو We Who Wrestle With God، فين كيدير نفس الميكانيزم مع نصوص الكتاب المقدس، يشوف تماثلات وتقابلات داخل السرد، فوق تحت داخل خارج بداية نهاية إلى آخره. كيلقى نقطة مركزية منين كيستخرج الدرس اللي بغى الله سبحانه وتعالى يوصل لنا، والدرس ديما كيكون عنده بعد نفسي واخلاقي. دابا غادي نشوفوا كيفاش جوردن بيترسون دار تقريبا نفس الطريقه ديال التحليل، ولكن هذه الحاله غناخذوا بالضبط قصه ديال يعقوب عليه السلام في الانجيل. يعقوب وخوه عيسو كانوا توأمين، ولاد اسحاق عليه السلام وزوجته رفقه، وكان عيسو هو الابن الاكبر. اذا حسب العرف في ذلك الزمان كان عندهم يسمى بحق البكوريه، يعني أولوية الميراث والبركة الروحية من الأب. واحد النهار عاد عيسو من الصيد جائعا، فطلب من يعقوب طعام كان كيعد فيه، فاغتنم يعقوب الفرصة واشترط على أخيه أنه يبيع له حق البكورية مقابل طعام، فوافق عيسو حيث كان كيستهن بأهمية هذا الامتياز اللي هو حق البكورية. بعد سنوات ملي شاخ إسحاق وضعفت عينيه بغى يعطي البركه الابن الاكبر ديالو عيسو قبل الوفاه ديالو، ولكن رفقه اللي هي الام ديالو كانت كتفضل يعقوب، فوصاتو يتنكر في هيئه اخيه باش حصل هو على البركه. داكشي اللي دار وحصل عليها، حيت الاب ديالو كان البصر ديالو ضعيف. ملي اكتشف عيسو الامر هدد بقتل يعقوب، فهرب يعقوب الى حران عند خالو لابان. في الطريق ديالو ملي غادي يجي وقت المبيت غادي يشوف رؤيا سلم كيلاقي ما بين الارض والسماء والملائكه كتصعد وكتنزل عليه، وشاف نور الله سبحانه وتعالى مع الوعد ديالو بإعطاء الأرض والبركة ورعاية النسل ديالو. استيقظ يعقوب متأثر ووعد الله سبحانه وتعالى بأنه غادي يتوب من الذنب اللي دارو وغادي يكمل في طاعة الله سبحانه وتعالى. ملي غادي يوصل لحران غادي يخدم عند خالو سنين طويلة، وغادي يلقى نفس المصير بحيث غادي يتخدع في الزواج ديالو. حيت يعقوب خدم 7 سنوات عند لابان مقابل أنه يتزوج بنته رحيل التي كان يحبها، لكن لابان خدعوه بأنه غادي يزوج أولا ابنته الكبرى بدلا من رحيل، لك تبقى لعادة العرس آنذاك التي كانت تقام ليلا ويصعب تمييزها في الظلام.
فدخل يعقوب على الأخت الكبرى معتقدا أنها راحيل، لكن بعدما اكتشف يعقوب الخدعة اتفق مع لابان أنه يزيد يخدم 7 سنوات أخرى باش ياخذ راحيل زوجة له حتى هي، وغادي يرزق الله بأبناء كثيرين وتكاثر المواشي ديالو أملاكه إلى آخره. واحد نهار غادي يعلم يعقوب بلي عيسو قادم ب400 رجل انتقاما منه، غادي يصلي لله سبحانه وتعالى، لذلك غادي يرسل قبل ما غادي يمشي هدايا كثيرة، وغادي يطلب من الرسول اللي صفت أنه مستعد للصلح مع أخيه. ولكن في واحد الليلة قبل اللقاء غادي يواجه يعقوب رجل غامض أرسل من قبل الله سبحانه وتعالى كيمثل إرادة الله أو ملك مرسل، اللي غادي يصارع يعقوب طوال الليل حتى الفجر. ملي شاف الرجل ان يعقوب ما تركوش غادي يصيبو في الفخذ ديالو، لكن يعقوب غيتمسك به وقال لن اتركك حتى تدعي الى الله ان يعطيني البركه. عندئذ غادي يعطي الله سبحانه وتعالى البركه، وغادي يغير اسمه الى اسرائيل بدل يعقوب، اي الذي يجاهد باخلاص في طاعه الله. واخيرا في الصباح غادي يلتقي يعقوب باخيه عيسو اللي غادي يحتضنه مسالما له، فتسالموا وتصالحوا. من بعدها تاب يعقوب من الذنب واستمر في طاعه الله سبحانه وتعالى. العبرة هنا هي ترك الخداع، تحمل المسؤولية، إصلاح ما فسد، والارتقاء بالإيمان والعمل بالاعتماد على المحاضرات والكتب ديال جوردن بيترسون. يمكن نستخرجوا خطط شبيهة باللي خرج العشاشي لسورة يوسف ولا سورة النمل. عندنا بيع البكورية مقابل الطعام، زائد أخذ البركة بالحيلة، بداية الإخوان اللي متعادين، بريم إعادة تسمية يعقوب إسرائيل، وتثبيت العهد والوعد، والتوبة من الخداع. اللي كيعكسوا بجوج فشل أخلاقي، كيظهر الشهوة الفورية ديال عيسو بتناول الطعام دون تفكير، ومكر قصير النظر ديال يعقوب اللي مكيشوفش ولا مكيهتمش بالتداعيات. ثم النهاية اللي هي الإصلاح والتوبة. عندنا رؤية السلم في بيت إيل، يعني المكان اللي شاف فيه الرؤية، والوعد بالبركة إلى آخره. بإعادة تأكيد الهدف والعودة إلى بيت إيل. خلال طريق العودة إلى المصالحة عندنا السي لابان يخدع يعقوب، وخدمة طويلة ونضج، والسبريم مفارقة لابان بسلام، وتحقيق النجاح والعيش الكريم والثروة، اللي كيمثل نضج أخلاقي وتجاوز الربح الفوري إلى خدمة وتضحية من أجل الربح على المدى البعيد. ندي خوف من عيسو، هدايا تكفيرية والصلاة، والدبريم مصالحة والسلام واستعادة النظام، اللي كيشير إلى التضحية والإيثار عن طريق الهدايا. وأخيرا اللي كيبين ثمن التحول الأخلاقي، اللي هو الصراع مع المرسول، الجرح اللي هو مثال على التضحية من أجل نيل البركة، والربح والنجاح على المدى البعيد عبر التضحية، وتجاوز الربح الآني فقط. لهذا إذا كنا نرتبطوا واحد المعنى اللي هو أزلي من هذه المقاربة هذه، يعني في كل زمان ومكان على المستوى الفردي ديالكم ولا على المستوى جماعي كمجتمع ولا على المستوى السياسي كدولة، لا نستسلم إلا للحكمة والمعرفة، لأن ما عدا الحكمة والمعرفة عندنا الأفكار المسبقة، عندنا الأوهام، عندنا التخوفات، عندنا كاع المسائل اللي خاطئة واللي تنجو عليها عدد من الأفكار المدمرة بحال القومية بحال إلى آخره، لأن ما نتجاش عن حكمة وعن معرفة، ولكن نتجا عن تخوفات وعن أوهام. هاد الجملة بالضبط اللي هي الخلاصة اللي يوصل لها العشاشي، لا نركع إلا للحكمة والمعرفة. بيترسون كيصيغها بطريقة مماثلة. بالنسبة ليه القمة ديال هرم ولا تراتبية القيم، واللي هي اللي كيعرفها بالإله، هي اللي كتوحد الرؤية وكتعطي المعنى والاتجاه الإنسان، اللي كتمثل الهدف الأسمى، يعني لا نركع إلا للإله ولا إلا لله. هما تيهضروا معاه. وهنا فيك المعجزة الكبرى إذا اعتبرناها حرفية، هو أن النملة فهمت سليمان. باقي نقولوا سليمان تيفهم تصرف النمل، والله قالها بطريقة مجازية أنه سمعها، نقولوا الدوز بلا ما ندخلوا في الإعجاز. ولكن النملة أن تكون عندها القدرة العقلية أنها تفهم شنو معنيته جيش، شنو معنيته ملك، وأنا سليمان سميته سليمان، والنية ديال سليمان أنه ما باغيش يسطم علينا ويقد ماشي بالعني يسطم علينا. الإعجاز هو أن النملة عندها هذه القوة الذهنية كلها أنها تفهم هادشي كله، بحال النملة كابرة معنا في المجتمع ودخلت في المدرسة وفاهمة المفهوم ديال الجيش والمفهوم ديال الدولة والمفهوم ديال الملك والمفهوم ديال النبي، وعارفة أن كل واحد عنده اسم وهادشي كله. هذا لا يطابق الواقع البيولوجي.
النملة عندها ذكاء محدود تتحرك طبقا لغرائز معينة، والغاية كلها ديالها تفوق الذات ديالها هي خدمة المجموعة ديال النمل، لا فورميدير كما تسمى. يعني إعطاء النملة هذا البعد المنطقي والذهني والقدرات الذهنية أنها تتفكر بحال الإنسان وتتهضر بحال الإنسان وتتعرف شنو هما لي كاتيجوري والمفاهيم ديال الإنسان وتستعملهم باش تهضر. هنا فين كاين الإشكالية الكبرى. بغات تقولوا لي معجزة وحكم الله، وهذا هذا ماشي جواب. اللي بغى يأمن القراءة الحرفية، ولكن باش أن النملة تفهم هادشي كله هذا لا يطابق الواقع. المرحلة الثانية هو الهدهد. الهدهد تيفهم شنو بغى يقول النبي سليمان، والنبي سليمان تيفهم شنو بغى يقول الهدهد. الهدهد دابا نشوفوا عنده دلالات كثيرة، وهاد الدلالات كاينه في الشرق الأوسط منذ القدم. عند الفراعنة الهدهد كان عنده واحد المكانة معينة، عند الفرس كانت عنده مكانة معينة، عند اليهود والعبريين كانت عنده مكانة معينة. يعني شنو الفرق ما بين هذه القراءة الحرفية ديال هذه الآيات هذه والأساطير اللي تلقاو في نواحي أخرى؟ النملة كتهضر، هدهد تيهضر إلى آخره، النملة كتخاف لي يصموا عليها وهذا، ومسائل أخرى، والعفريت مشى جاب هذا. يعني نفس البنية البلاغية ديال والأمثلة ديال الخرافات اللي تلقاو في الأساطير إلى آخره. وبحال في جيم اوف ثرونز فاش هذاك تيستعينوا وتيولي تيشوف شنو تيشوف الغراب الى اخره، يعني المسائل الاسطوريه وديال هاري بوتر وهذا. ولكن في الواقع راه كاين واحد العمق قدو قد فخ لاعجاز اكثر من هذا الاعجاز الظاهري ديال القراءه الحرفيه. ان هذه القصه ديال العفريت ديال الهدهد ديال النمل الى اخره كانت في المدراج قبل الوحي، قبل القران، ولا تزادت في المدراج انطلاقا من القران، لان الحروف كانت عندهم قدسيه عند الفراعنه، وما كانش عندهم حروف، كان عندهم رموز، والرمز ديال الهدهد كان عندهم، لهذا سماها نبأ ماشي خبر. ولكن اللاوعي ديالنا حتى هو عنده معرفه معينه، حتى هو تيفكر بطريقته. اللاوعي باغي لنا الخير ما باغي لنا الشر. ما يمكنش دير سكانير تقول هو اللاوعي لقيته هنا راه عندي فيه مشكل. اللاوعي راه غيبي. هذا القصص هذا حول قصه سليمان والعفريت وسبأ ملكه سبأ الى اخره، هادشي كله عباره عن حلم. كائنات اللي ما تنشوفوهاش هما تيشوفنا وتيقدروا يلعبوا بينا ويضحكوا علينا ويتحكموا فينا ويقدروا يسكنونا. راه مسكون ماشي بواحد الجن اللي خارج من برا، مسكون بواحد الجن ديال الاخر. بالنسبه للعشاشي الحرفية البحتة، يعني تاخذ نصوص بشكل حرفي كينتج عنها مشاكل. الحل هي قراءة رمزية دلالية تماما كبيترسون. القصص عندها فقط بعد رمزي كيرسم خريطة السلوك قابل للاشتغال اليوم. فمثلا النجاح بالنسبة لبيترسون هو أيضا رمز الواقع البخيس اللي كتوصل ليه ملي كتغدر الحقيقة وكتولي مستملك إيديولوجيا. كما لقى العشاشي انتقاد المسلمين كيصروا على القراءة الحرفية المباشرة للنص، وكيعدوا التأويل أنه تكلف ولا صرف عن ظاهر كلام الله سبحانه وتعالى، أن التخلي عن أسباب النزول وبعض الأحاديث لا يجوز صالح النظم القرآني الداخلي. كتاب بيترسون كان كيتلقى اعتراض شبيه من رجال الدين ومفسرين كتابيين يقولوا أن كلام الله في الكتاب يجب أخذه كما هو بلا إعادة بناء رمزية. إذا عجبك الفيديو متنساش تخلي اشتراك وكومنتار ولايك تشجيعا على المجهود، وشكرا.